اللي كتصلح لينا في ظل هذه الازمه الغذائيه اللي فيها مجموعه ديال التيارات كيتو، يعني ممنوع الجلوتين، ممنوع الحبوب. جا الكتاب ديال امراه مغربيه من شمال افريقيا باش يعطي الحل والجواب في ظل هذه الازمه الغذائيه، ويقول بان العدو ماشي هو الخبز، العدو ماشي هي الحبوب، العدو بانه يعني الطريقه ديال الحبوب كيفاش كنتعاملوا معها، واش الحبوب صحيحه، واش كناكلوها بالطريقه الصحيحه، واش كناكلوها في الوقت الصحيح، يعني الموسميه. اي كتاب في العالم ما كيتحدثش عليها. المراه المغربيه قدرت تجيب لكم هذا المنتوج هذا، تجيب لكم الموسميه ديال الحبوب. يعني سيروا سولوا، سيروا قلبوا، الكتاب الوحيد يعني تفتخروا انتم كمغاربه بان امراه مغربيه قدرت تكتب على التغذيه بطريقه اصليه وصحيحه، بلا ما تكون عندنا داك العقده ديال اننا نجيبوا ونسيقوا الكيتو. هما ولاو دابا كيضربوا في الكيتو في امريكا، ولاو كيضربوا في الكيتو، ولاو كيضربوا في الجلوتين فري، ولاو كيضربوا في الحبوب الممنوعه. رجعوا كينبشوا وكيهبشوا. وانا جبت لكم هادشي 13 سنه ديال البحث، 13 سنه اللي عشت بهذه التجربه هذه بالثقافه الغذائيه الاصليه، عطات نتائج باهره. يعني نقدت ولدي من الالتهاب اللوزتين، كنت غندير ليه عمليه الحمد لله تهنيت، كنت غندير ليه يعني مجموعه ديال الاشياء بالنسبه للربو ديالو تهنيت الحمد لله، مجموعه ديال الاشياء اللي نقدتني انا، فقر الدم، الحساسيه بالجلوتين، يعني كانت عندي حساسيه جلديه، يعني كنت كنعاني بالكريمات وهذه واثمنه باهظه، كان خصني فقط نبدل الخبز. حتى الكسكس عندي بطريقه هنايا منفرده، يعني ماشي الكسكس اللي كنعرفوا، البوريج اللي كتسمعوا عليه، اوت بوريج اللي كتسمعوا، عندنا اعرق وارقى من الاوت بوريج. كاينه الكورن سورغوم بوريج اللي عندي هنايا من الحبوب، الفيرمنتد بوريج عندي هنايا اللي يلاه الامريكان ولاو كيهضروا عليه، وحنا كان عندنا، انا كنفطر بالفيرمنتد بوريج والامريكان يلاه ولاو كيهضروا عليه. يعني عندنا واحد الثقافه اصليه اللي خصنا نفتخروا بها وحنا نصدروها. دونك الا عاونتوا هذا المنتوج، حنا ان شاء الله اللي غنصدروا الثقافه ديالنا، عوض ما نبقاو نباهروا بالكيتو والجلوتين فري والحبوب الممنوعه. يعني الكره عندكم دابا نتوما، واش بغيتوا ترفعوا الرايه ديالنا، نوليو حنا اللي نصدروا ان شاء الله التغذيه ديالنا، وهما اللي يجيو يقراو عندنا. ولا حنا قالوا لنا الكيتو نتبعوهم، قالوا لنا جلوتين فري نتبعوهم، وحنا عندنا جلوتين فري هنايا. نخلي نشوقكم مجموعه ديال التفاصيل كاينه هنايا باش تقدروا يعني تدعموا الانتاج المغربي والمراه المغربيه. نبغيكم تدعموها، يعني الكتابات كلها للاسف رجاليه، دونك بغيناكم تدعموا الكتابات النسائيه، خاصه في المجال اللي كيقيس الانسان يوميا، يعني في حياته، في المعاش. يعني ما عندكش الصحه ما غدير حتى حاجه، ما غتقدرش تخدم. اذا الصحه هي المحور ديال كل شيء. وإلا دعمتوا التغذيه المغربيه ديال شمال افريقيا، دعمتوا الهويه ديالكم ودافعتوا عليها، عوض ما نبقاو حنا غير كنستوردوا ونستهلكوا. الحمد لله لقى الكتاب ديالي نجاح من بريطانيا، امريكا، اوروبا، تركيا، مصر، الحمد لله. دونك القصه ديالي مهمه تقراوها، والناس اللي قراوها هي كيبان الحب ديالي، كيبان العشق، كيبان يعني لا كونتاميناسيون اللي بغيت ندير لكم، يعني واحد العدوى ديال الفضول، باش يكون عندكم الفضول. مرحبا بكم، الله يبارك فيك يا لاله. باي مروكان وومن. شنو ندير؟ اللهم صل على عجبكم الخبز؟ كل شيء عجبنا، حنا مهيفين. حنا مهيفين. واش الجوع ولا عجبكم؟ حنا كل والله لا انا ما كنشوفي، انا في الجوع، انا كناكل احسن ماكله. شوفي انا كناكل ماكله هيلثي ياك، وغنتبعك وغناكل ماكله من يدين مغربيه، وداكشي اللي قلتي تبارك الله عليك. انا مضمون نخط فيه كامل. عجبك ولا الجوع؟ واعر. لا الحمد لله صافي. الا كليتي في رمضان ما يجينيش. ايوا شتي هذا كيقاد لك السكر في الدم، ما كتبقايش ثاني على الماكله، ما كتجيكش الصفه. شوفي انا كنفاليدي ليك ياكي. ايوا الحمد لله.